هسيبها بقى تصفر واحط شويه كزبره عليهم. انا دلوقتي حطيت الكزبره، احط شويه خل، بشرت دلوقتي واحده طماطم في المبشره وحطيتها مع الثوم والخل. هتسيبيها شويه وبعد كده تبتدي ان انتي تحطي البطاطس. حطيت اول بطاطس، حطيت نص معلقه من الكركم وربع معلقه من الفلفل الاسود. هبتدي ان انا اقلب زي ما انتوا شايفين اهو. انا خلصت البطاطس وقلبتها، ريحتها حلوه جدا وطعمها حلو قوي. الطشه بتاعت الثوم والخل مخليها طعمها جامد جدا. دي طبعا وصفه سهله جدا واقتصاديه. طبعا الكميه دي معموله 2 حبات من البطاطس كبار، يعني مش كتير. تمام.